تاني مرة. ايوه تاني مرة، ما هو اللي يقولك المغرب بتطرح مرة واحدة وخلاص اعرف انه معتبهاش، لانك في اول سفرية يا دوب بتتصدم انها من الصحراء زي ما انت كنت متخيل، وفي السفرية التانية زي حالاتي بتحس انك ما جيتش قبل كده اصلا، وبتتوه ما بين ان هي وحشاك وما بين الاماكن والتجارب الجديدة اللي ما بتخلص. يعني التجربة حتى لو في نفس المدن ما فيهاش ملل ولا تكرار. يارا انت جايبه اليوجا مات معاكي ايه؟ اصل انا يوجي ده من امتى؟ يعني بقالي اسبوعين 3. مراكش في المرة الأولى كانت في الليستة، بس تاني مرة كانت في أول الليستة. فيها كمية مزارات سياحية تاريخية كتير جدا، بسببها اليونسكو اعترفت بيها كموقع للتراث العالمي. احنا رحنا ساحة الفنا وحديقة لاجاردان ماجورال، ودي واحدة من أجمل الحدائق في العالم، ولفينا فيها شوية كتير لحد ما شبعنا. مراكش في العموم مشهورة باسم المدينة الحمراء، بس المرة دي اكتشفنا ان ليها اسم جديد وهو مدينة ال7 رجال، ودول 7 من المتصوفين والفقهاء عاشوا فيها، والمغاربة بيقدروهم جدا وليهم أضرحة هناك بيزوروها على طول. بتعملي ايه يا بتمشى في القصر. علينا ان احنا نروح اسوارة لانها قريبة من مراكش وجوها احلى طبعا بما انها على المحيط، اللي اول ما توصل لها هتحس انك بقيت تقريبا في اليونان من اللون الابيض والازرق والهواء. وهي مدينة صغيرة جدا اللي تصور فيها مشاهد من جيم اوف ثرونز. عدد اللي عايشين فيها ما يتعداش 100,000، حواليها اسوار وحاجة قرون وسطى وتاريخ قديم. افريقيا كم مرة؟ 8. إجابة صحيحة. يسرا رأيك في المغرب؟ حلوة قوي. أكتر حاجة حبيتيها إيه؟ طنجة كانت ضمن البروجرام السفرية، وبيني وبينكم ما كنتش متحمسة لها قوي لحد ما رحتها بنفسي واتسحرت بجمالها. كفاية ان هي اقرب نقطة في بلد عربي من اسبانيا، المشكلة بس انك ما بقتش عارف تقول ايه، اعدي البحر وابقى هناك ولا اعدي المحيط. اصلها نقطة تواصل بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الهادي. طنجة بصراحة ابهرتنا بجمالها وجوها والوانها الابيض مع الازرق. رحنا فيها كيب سبارتل والصور هناك حكاية، وفي يافطة مشهورة جدا البحر المتوسط يمين والمحيط الاطلسي شمال، لازم تتصوروا عندها. تفتكري هتشوفي ايه جوه يا يارا؟ هركليز. وبعدين طلعنا على مغارة هيركليز، وهناك طبعا تحس انك رجعت بالزمن. المغارة على مسافة 30 متر في بطن الجبل، وفيها كمية اساطير معظمها من الثقافة الاغريقية، وتعتبر مغارة هيركليز من اكبر مغارات افريقيا، وفيها فتحة على شكل افريقيا، بس الصورة عندها وقت الشمس شبه مستحيلة. روحوا وقت الغروب احسن. سفرية المغرب ما تعديش من غير شفشاون، بس لو انتوا رايحين في الطريق هتحسوا انكم في سويسرا تقريبا من جمال شكل الجبال والخضرة. رايح فين يا مريم؟ وطبعا لقينا بحيرة وهمية في حتة اسمها تطوان، وكان لازم ننزل نتصور هناك. شفشاون يعني لون ازرق وبهجة وصور، يبقى انت ومساحتك المرة دي. انا شفت فيها حاجات اكتر، وكل ما تلف فيها هتلاقي ابواب تجنن وسلالم ملهاش عدد، وهتبقى عايز تتصور في كل مكان. طبعا مش هنرجع طنجة بسهولة كده واحنا قدامنا نص ساعة على أقشور. أقشور منطقة جبلية عبارة عن جبال ضخمة وشلالات ساحرة، وهي من أجمل الأماكن اللي موجودة في شمال المغرب العربي. فيها شلالات وهمية تعتبر من أكتر الأماكن اللي بيروحها السياح، خصوصا اللي بيحبوا الهايكنج. ولأن سفرية يعني هدايا وتكاليف، بعد طنجة سفر حوالي ساعة في مدينة صغيرة كده اسمها أصيلة، كلها حاجات مغربي هاند ميد من اللي بتزغلل العين وبأسعار ظريفة جدا. طب يارا ايه رايك في المغرب؟ very different places، يعني كل مدينة فيها طبع مختلف وشكل مختلف. وختمنا السفرية بيوم في كازابلانكا.
مدينة بيضة ومريحة للعين والقلب طبعا. رحنا مسجد الحسن الثاني اللي هو تاني أكبر مسجد في أفريقيا، واللي مأذنته تاني أعلى مأذنة في العالم، وهو رمز المدينة. عن الأكل بقى أنا مش عارفة أقول إيه. إحنا في مصر مقتنعين إن الأكل في وسط اللمة بيشبع، فما بالك بقى يكون وسط الأكل الطاجين بأنواعه في المغرب ومع جروب زي الفل، وتحبس بكوباية الشاي المغربي. تجربة لازم تتعاش يا إما بلاش. على فكرة الدرهم المغربي بحوالي 2 جنيه إلا ربع، يعني حاجة على قد الإيد. ونصيحة، رويال اير موروك افضل طيران وانسب اسعار. احنا في المرتين كنا معاهم، ولو اتكررت ما اظنش ان احنا هنغير راينا، وده جزء بسيط من اللي جوايا للمغرب. لو عايز تعيش معانا التجربه الجايه تابعنا على تريبدايزر، وقريب جدا هنعلن عن الرحله الجايه للمغرب. ما هو لسه في حاجات طبعا ما اكتشفناهاش في المغرب، كنز عربي مش مدفون. هزا وسافر انت بس وهتعرف انها تستاهل. عايزه تروحي فين تاني؟ معايا ورا؟ اه العالم كله.